دلوقتي اسمه ايه مع جونكير سمير على راديو العيلة. مستمعين راديو العيلة في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم اسمه ايه برنامج من القلب للقلب. هكون معاكم فيه جونكير سمير كل يوم حد الساعة 8. موضوع حلقتنا النهاردة او عنوان حلقتنا النهاردة عن طريق الحقيقة. الاستسلام لقدر ربنا ساعات كتير جدا بيكون هو السكة الوحيدة والطريق الوحيد اللي بيفتح لك الأبواب المقفولة كلها. وكتير جدا بنفضل نعافر ونقاوح ونحارب ونفكر ونتعب ونتهلك، وبعد كل ده في غمضة عين كل حاجة بتتغير بترتيب ربنا لينا، عشان الطريق بتاع ربنا مش بتاعنا. ربنا أوقات كتير بيخلينا نفضل نمسك الورقة والقلم ونفضل نحسبها ونجمع ونطرح ونضرب ونقسم ونوزع ونقعد نعمل عمليات حسابية كتير جدا عشان نعدي الأزمة، ومش لاقيين حل نهائي، وكل المسائل الحسابية بتطلع في الآخر بالسالب، مفيش ولا واحدة فيهم بتطلع بالموجب أبدا. وننام ونصحى على خير ورزق ربنا رماه في طريقنا بشكل غير معقول ومش معمول حسابه نهائيا. أوقات بنمشي في طريق ونفضل نستعدل في الطريق ده يمين شوية وشمال شوية، وبنفضل نستعد له بكل إمكانياتنا، ونفضل نفصل في حياتنا ونحارب عشان هو ده الطريق بتاعنا مفيش غيره. والطريق يلف بينا يمين نلف معاه، يلف بينا شمال نلف معاه، وفي الآخر نلاقيها مسدودة ونلاقي الطريق حيطة سد في آخره، ومن غير أي سبب بيتقفل، وما بنبقاش عارفين حتى ايه هو السبب. بس الحاجة الوحيدة اللي بنعرفها في الآخر ان الطريق ده مش بتاعنا. في الآخر بنكتشف ان ربنا مش رايد لنا الخير في الطريق ده. فجأة ومن غير أي مقدمات بيجيلك الفرح لحد باب بيتك، لحد عندك، وما تبقاش مصدق انك فرحت والفرج جالك، ولا مستوعب كل اللي حصل معاك الا لما تحس برحمة ربنا. ومن كتر خير ربنا علينا ما بتلاقيش حساب ولا بتلاقي وقت حتى تفكر الخير والفرج ده جالك منين. بتلاقي ربنا فرجها من غير حساب، سبحان الله، فرج لوحده ومن غير أي حساب. ومهما عملت حسابات ربنا بتختلف تماما. الخلاصة ان ربنا دايما عنده الرحمة والخير بزيادة. هو دايما اللي بيختار لنا الطريق الصح، بس احنا اللي بنعمة وبنروح للطريق الغلط وبنرجع تاني عشان نمشي في الطريق الصح. لما بيضيق وبتتقفل في وشنا بيكون ربنا بس مش محتاج منك اكتر من انه يسمع صوتك، يسمع صوتنا واحنا بنطلب منه الحل، وبنقول له يا رب دبر حياتنا بالشكل اللي انت شايفه خير لينا. واختم الكلام هقول لكم سلام. كنتم مع اسمه ايه على راديو العيلة.